برج القوس. برج القوس في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر 2025 الكون بيرجعك للمسرح، بس المرة دي أنت المخرج مش الممثل يا برج القوس. المرة دي الكون بيدعمك كله، والقدر بيديك فرصة علشان لو ما كنتش سافرت أو لو ما كنتش حققت نجاح مهني ومادي في شهر سبتمبر زي ما قلنا، أكيد أكيد إن شاء الله بتحققه قبل نهاية نوفمبر 2025. أنت مش بتحارب يا برج القوس وبتقول لنفسك كده وبتقول لكل اللي حواليك أنا مش بحارب علشان أفوز في معركة أو أكسب حاجة، أنا بحارب علشان أعيش زي ما استاهل وزي ما أستحق. برج القوس خلي بالك من الكبد، خلي بالك من جهازك الهضمي، قلل من الكافيين عشان الفترة اللي جاية فيها شغل كتير جدا. جهز نفسك واشتغل كويس، لأن دي فرصة قليل جدا لما بتيجي للبني آدم في عمره، يعني فرصة جيدة جدا لازم تستغلها. وفي عندك حب جديد كمان بيظهر في شهر أكتوبر ونوفمبر 2025. عقدت النية ونويت الطاقة والضمرة على قراءة برج القوس لآخر شهر نوفمبر 2025. خليكم معايا يا شباب، لو حسيت بالقراءة دي لمست أو كلامي لمس حاجة في قلبك فاكتب لي في الكومنتات استقبلت، وخليك معانا لغاية الآخر. ويا ريت يا شباب تقولوا لي بتشوفوني أو بتشوفوا الفيديو ده منين النهاردة. يلا بينا. برج القوس يا حبيبي يلي بتسمعني، ناخد الأول رسالة من الملايكة لبرج القوس الجميل. اتعلم. الرسالة بتقولك لو انت داخل على مشروع جديد او على خطوة جديدة او على سفر او على مجال عملي او دراسي جديد، حاول انك انت تتعلم بحب وتحب الحاجة اللي انت بتتعلمها، علشان التعليم بيوسع افاقك. وبيقولوا لك كمان procrastination، حاول انك انت تجري وتروح لهدفك، وما تحاولش انك انت تشرح او تقدم مقدمات على طول. jump to your goals. وبيقولوا لك كمان الصبر، خلي بالك ان الصبر مفتاح الفرج يا برج القوس. يا ما صبرت يا برج القوس، دلوقتي وقت انك انت تتكافئ، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب؟ يلا بينا نشوف طاقة حبيبي اللي بيسمعني برج القوس. برج القوس الجميل، عاملين ايه يا شباب؟ طمنوني عليكم، احكوا لي حكايتكم في الكومنتات. برج القوس بينهي مرحلة وبيبدأ مرحلة جديدة، وبيقول أنا بفتح صفحة جديدة وبحاول إن أنا أنسى اللي فات. بتحاول إنك أنت تمسح اللي فات بمرحلة جميلة جدا بتكلل نجاحاتك وتعبك في الفترة اللي فاتت. فرص جديدة عملية بتتفتح قدامك في الفترة اللي جاية، وحب جديد بيتولد وبيكبر جوه قلبك، حب جميل جدا بيحصل فيه كلام حلو وبخطوات فعلية. وفي عندك كمان طاقة السفر مفتوحة، وعندك توازن مالي، عندك توازن مالي في شهر أكتوبر ونوفمبر 2025. طاقة أرزاق ما شاء الله. وفي حد عندك في طاقتك كمان بتعدله وماسك نفسك جدا عليه يا برج القوس، ومش قادر انك انت تواجهه دلوقتي، لسه قاعد عمال بتعدله، بتقول اهو عمل الاولى والتانية والتالتة وبعدين هضربه على دماغه. زي ما احنا عارفين برج القوس يعني بيقعد كده يعد بكل هدوء ويقعد يقول حسابك تقل. هو ده بالظبط بيقول لنفسه على البني ادم اللي عنده في حياته ده، او الشخص اللي عنده في حياته ده، حسابك تقل قوي وقاعد وماسك نفسك. تاخد اهدى يا برج القوس كده وما تتهورش، اهدى. طيب في فرص جميلة جدا جاية، فرص استثمار أو فرص مثمرة جاية لحياتك يا برج القوس. وفي عندك لو انت بيقولوا لك برضو لو انت مدمن على اي حاجة هتتخلص منها في الشهرين اللي جايين. خلاص انت قررت انك انت تتخلص من اي عادات سيئة. وبرضو هتدخل في مرحلة هدوء وسكون، انك انت تحاول انك انت تنفذ خططك
وتستعين على قضاء حوائجك بالكتمان. وفي علاقة حصلت قبل كده في حياتك واتكسرت وكان حصل فيها خيانة، العلاقة دي بتفتكرها من وقت للتاني. حاول انك انت تنسى الكلام ده يا برج القوس، وحاول انك انت تركز على اهدافك، لان انا شايفة كروت جميلة جدا، وشايفة المستقبل القريب جميل جدا جدا. وفي حد بيقول لك I'm not available right now، مش متاح دلوقتي. انت بتفكر في مين وانت بتفتح معايا القراءة دلوقتي؟ بتفكر في مين بيقول لك انا مش متاح دلوقتي؟ طيب، في حاجة كمان انت بتفكر فيها. الملائكة بيقولوا لك انها محتاجة وقت ومحتاجة شغل عليها شوية، ما تتسرعش على طول يا برج القوس. زي ما قلنا ان في حب جديد هيدخل حياتك، وفي حد هيسمعك كلام حب جامد جدا الفترة اللي جاية. هيعمل لك زي لاف بومينج. هيبدأ ان هو يظهر فجأة، يسمعك كلام كتير فجأة حلو اللي انت عايز تسمعه او اللي انت تحب تسمعه. فخلي بالك، وخلي بالك من النرجسية، ما تشوفش كل حاجة من ناحية واحدة. دايما الناس اللي هي بتعمل كده او بتعمل الحركات دي بتكون عندها نرجسية عالية جدا في شخصيتها. الملايكة بيقولوا لك معظم النجاح اللي في الحياة أو كل النجاح اللي في الحياة بيجي بعد فشل. وبيقولوا لك كمان إن أقوى حاجة في الحياة بتعلمنا هو محاولتنا دايما للتعلم، إن إحنا دايما بنعيش نتعلم طول الوقت. يلا بينا نشوف حبيبك، طاقة حبيبك اللي انت فاتح عليه قراءة يا برج القوس. طيب حبيبك دلوقتي عامل زي جوستنج او عامل مرحله غموض، مختفي. هل انتوا بعيد دلوقتي؟ هل عامل لك بلوكيت؟ هل مختفي فعلا وانت مش عارف عنه حاجه؟ طيب حبيبك ده بيراقبك ليه؟ علشان يحكم عليك ويحكم على وضعك. هو شايف امورك الماديه بتتغير، وشايف انك انت بتحاول انك انت تشتغل كتير وبتقضي وقت كتير جدا في الشغل، فبيحاول ان هو يعرف اخبارك من بعيد او يسال حد عنك، بيحاول يراقبك. وفي نفس الوقت بيحاول يحكم عليك ويحكم على تصرفاتك، بيحاول ان هو يفهم انت ايه اللي بيحصل. تغيرات في حياتك، انت في تغيرات كتير عماله تحصل لك وهو قاعد مش فاهم، فبيحاول ان هو يفهم ده. وعنده كمان تفكير في عوائق ما بينكم كبيرة جدا، بيحاول ان هو يفكر ازاي يدخل لك او ازاي ان هو يقرب منك ويجتاز العوائق دي ويخترقها. ازاي يدخل لك او ازاي يبدأ يكلمك او ازاي يرجع يكلمك، انا مش عارفة. احكوا لي برضو في الكومنتات يا شباب وقولوا لي. طيب بيقول ايه عليك حبيبك ده في عقله وباله؟ يلا بينا نشوف. يلا بينا. بيقول ان هو بيدفن نفسه في الشغل علشان ينساك يا برج القوس، وبيقول لك ان هو بيحاول يكون بني ادم افضل، بيشتغل عشان يكون بني ادم افضل. وبيقول ان هو دايما يسمع الاغاني اللي انتوا بتسمعوها سوا، علشان بتفكروا بيك. وكمان بيرجع للكلام اللي انتوا كنتوا الشات بتاعكم وبيقراه مره واتنين وتلاته على طول. وبيقول لك انا مستغرب يا برج القوس، ازاي انت سعيد من غيري؟ ازاي؟ هو بيقول كده نرجسي شكله، صح؟ احنا لسه قايلين من اهو يعني نارسيسست. طيب مكملين يا شباب مع قراءة برج القوس. انت من نوع، بالرغم انك انت برج ناري وطاقتك ناريه يا برج القوس، الا انك انت بتفكر جامد جدا قبل ما بتاخد اي خطوه، وبتحاول انك انت تدرس كويس قوي ايه عواقب اي خطوه هتاخدها. بتدفن نفسك في الشغل جامد جدا زي ما احنا ما قلنا، وبتحاول تشتغل جامد جدا، وحاسس بظلم كبير جدا في العلاقة. حاسس ان برضو زي ما انت مش حبيبك مش عارف عنك حاجة، انت كمان ما انتش عارف تعرف عنه حاجة. ونفسك في بداية جديدة، ونفسك في بداية حب جميلة جديدة. ربما يكون نفسك في بداية مع نفس حبيبك ده، أو ربما يكون نفسك في بداية مع حبيب جديد. أنا شايفة إن في لقاء عاطفي بيتم
قبل آخر نوفمبر 20. في لقاء عاطفي بيتم قبل آخر نوفمبر 2025. لقاء عاطفي جميل جدا يا برج القوس، وبتعترفوا وبتتكلموا، بيكون في كلام جميل جدا بيحصل ما بينك وما بين حبيبك. بتندم على ايه يا برج القوس؟ انا شايفاك برضو يعني في طاقة ندم كده وحيرة، وقاعد عمال يعني انا مش عارفة، بتندم على فرص فاتت، بتندم على ايه؟ بتندم على العلاقة دي، بتندم على قرار ما خدتوش؟ في ندم في طاقتك زي ما في ندم في طاقة حبيبك. حبيبك عنده طاقة ندم عالية جدا برضو، بس حبيبك عنده طاقة ندم وعنده طاقة وحدة برضو مش طبيعية. حبيبك يعني بيبكي بيأنب في نفسه، قاعد لوحده، أخد قرار، قاعد بيندم ليل نهار عليه، حكم على الأمور غلط من وجهة نظر غلط، عمال يقول أنا الحب ده إزاي أنا هفرط فيه أو إزاي فرطت فيه. بيفكر في اللقاء اللي هيتم ما بينكم، بيفكر هيقولك إيه تاني يا برج القوس. قاعد عمال بيدرس وبيحسب كويس قوي كل كلمة هيقولها قبل ما يتكلم، وانت ساكت، انت ساكت ومستني ومش هتعمل حاجة، لان انت مركز دلوقتي كويس قوي على البيزنس بتاعك، على دراستك، على الحاجة الخاصة بيك وعلى نفسك. ما انتش بتحاول انك انت تشتت نفسك خالص بالنسبة للحب وللعلاقات. تمام؟ طيب حبيبك شايفك ازاي؟ شايفك حاجة جميلة جدا، شايفك الأمن والأمان، شايف انك انت بتعرف تحسب حساباتك كويس وبتدرس كل خطوة قبل ما تخطيها يا برج القوس. شايف ان انت الظهر والسند، شايف ان هو بيتسند عليك في اوقات كتير جدا. لو انت واحدة ست مثلا ممكن تكوني انت اللي شايلة البيت وانت اللي بتعملي كل حاجة، لو انت برج القوس يعني واحدة ست. لو انت واحد راجل وبرج القوس، هي شايفاك الفترة دي بتجتهد جامد جدا وبتثبت نفسك وبتثبت قدراتك، وشايفه حد جديد، حد هي مش عارفاه، حد مستغرباه، بتقول ازاي هو كان يعني ازاي هو بقى عامل كده، ازاي بيشتغل كميه الشغل دي ليل نهار، وهو فعلا بيشتغل ولا بيعمل ايه؟ قاعده مستغربه يعني، دماغها عماله تاكلها وتجيبها وتوديها. فاهم يا برج القوس؟ عامة في نجاح 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 إن شاء الله يا شباب. الفترة اللي جاية نجاح جميل جدا، نجاح عملي جميل يعني، إن شاء الله يعني يكون من حظكم ومن نصيبكم. يلا بينا ناخد رسالة من حبيبك اللي انت فاتح عليه قراءة. ناخد شوية رسائل كده نشوف بيقول لك ايه. بيقول I love you. بيحبك يا برج القوس. بيقول I love you، وبيقول انت مش عارف قد ايه كان صعب بالنسبه لي ان انا اسيبك تمشي. وبيقول لك ان هو مشي لما شافك مع حد تاني كان بيغير عليك قوي، وبيقول لك انا مش قادر ابطل تفكير فيك يا برج القوس. sudden change shock هيحصل في الفترة اللي جاية، ترانسفورم في حياة أو تغيير جامد جدا. أخبار هتجيلك يا برج القوس قبل آخر نوفمبر 2025، بتغير حاجات كتيرة جدا في حياتك، وبتكون أخبار جميلة جدا بتقلب كل موازين حياتك زي ما احنا ما قلنا. يعني الحمد لله القراءة بتتأكد كل شوية. يلا بينا نسأل 3 أسئلة لبرج القوس ونشوف الملايكة بيقول لك إيه. خلي بالك يا برج القوس، ممكن قرار متهور يضيع تعبك طول الشهور اللي فاتت، خلي بالك من التهور، خايفة عليك قوي. يلا بينا. لو انتوا دلوقتي انت وحبيبك، لو انتوا في حالة فراق او انتوا بعيد عن بعض، هل في رجوع او لا لغاية اخر نوفمبر 2025؟ في شغف عالي جدا 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 في العلاقة دي، وفعلا في رجوع واحتفال بالرجوع إن شاء الله. في رجوع وفي كلام بيحصل إن شاء الله. طب هل لو أنت سنجل أو شايف نفسك سنجل، هل بتشوف حد جديد لغاية آخر نوفمبر 2025 ولا لأ يا برج القوس؟ ايوه، بعد تغيير حاصل او بعد انفصال من علاقه، لو انت سنجل دلوقتي ايوه بتقابل حد جديد وبتقابل حب كنت طول حياتك بتحلم بيه. طيب
اسأل أي سؤال في عقلك وبالك ونجاوب عليه أو لأ. الإجابة بتكون أو لأ. أيوة إن شاء الله بعد انتظار بيكون في قوية جدا، وإن شاء الله بيحصل كل حاجة حلوة بتتمناها يا برج القوس. نورتوني حبايب قلبي، شكرا برج القوس.